حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالألف خير يا رب، والخير والبركة تعم في بيتكم كلكم جميعا يا رب العالمين. هنعمل البطاطا الحلوة الجوسي القمر دي، وهنعملها بطريقة خفيفة جدا 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 هتعجبكم. نشوف الطريقة مع بعض. بطاطا قشرتها وقطعتها بالشكل ده، وممكن احطها بقشرتها كده في الفرن، تستوي في الفرن اكنها بتتشوي. ممكن اعملها بالطريقه الجميله دي. هحط لها كوب من اللبن، ونص كوب من السكر، والسكر براحتي طبعا، ازود فيه اقل براحتي. حطيت رشه من الفانيليا. هبتدي اقلب الكلام ده. البطاطا لو انا حباها مشويه وحطيتها في الفرن تتشوي مفيش اي مشكله، الطريقه دي بتخليها حلوه جدا. برضو طريقه الدخنه بتاعه الفرن نفسها حلوه جدا جدا، جربتها قبل كده وعجبتني قوي. بس الطريقه دي سريعه شويه اكتر من الفرن معايا، فانا استخدمتها. هسيبها نص ساعه على نار هاديه جدا تشرب خالص اللبن وتستوي تماما. هنا حطيت الزبده بتاعتي، ولو موجود عندي سمن، لو موجود سمن وزيت مفيش مشكله. هنا حطيت الزبده وعليهم نص كوب من الدقيق، وابتدي اقلبها كويس لحد ما اشيل اي كتل بالظبط كده. وبمجرد ما طلعت ريحتها حطيت نص لتر من الحليب. حليب الدافي يا ريت يكون دافي عشان يبقى سريع معايا. حطيت نص كوب من السكر وعليهم رشة فانيليا، واربع معالق من اللبن باودر. قلبتها كويس ورحت للبطاطا لقيتها بصوا اتشرب اللبن كله، وتشرب بشكل يعني حلو. ناخد بالنا علشان ما تتحرقش مني. بصوا اول ما تشرب اللبن كله حطيت مكعب كبير من الزبدة، حوالي 3 معالق كبار من الزبدة، وهغطي عليها الحلة واسيبها دقيقة واحدة بس تكون ساحت تماما بالظبط كده. هبتدي اهرسها بالهراسة بالشوكة، بالهراسة اليدوية، بالشوكة عادي جدا، بأي نوع هراسة موجودة عندي اهرسها بيها لحد ما تبقى بيوريه جميلة بالشكل ده. اجيب القالب بتاعي وادهنه كويس، واحط البطاطا بتاعتي ورشة من جوز الهند ورشة من الزبيب، والخطوة دي اختيارية. اي مكسرات عندي موجودة ماشي، مفيش خالص مفيش مشكلة عادي. طبعا صوص البشاميل اقدر استبدله بالنشا بدل الدقيق وهيطلع نتيجته حلوة جدا برضو، بس انا بحب بصراحة الدقيق اكتر. زي ما انتوا شايفين القالب بتاعي مليته بالشكل ده، وهرش رشة من السكر عشان السكر يدي اللون الجميل ده، الوش القمر ده في الفرن بالظبط كده. بصوا لما طلعتها من الفرن حاجة كده خيالية، والريحة جايبة لاخر الشارع حرفيا. ريحتها وطعمها يا نهار ابيض، بصراحة جميلة قوي وجوسي. بصوا بصوا يا جماعة قد ايه جوسي من جوه. تتاكل سخنة كمان في عز الشتاء اللي احنا فيه ده. رمضان كل سنة وانتم طيبين جاي في الشتاء، والسنة اللي جاية هيجي في شتاء اكتر من كده. بصوا اعتمدوها على سفرتكم، حلوة جدا جدا جوسي، وولادكم هيحبوها قوي قوي. غنية كمان وفيها نسبة من اللبن والبروتينات، نسبة عالية جدا وحلوة جدا جدا لأطفالنا. اعتمدوها واعملوها وجربوها، وما تنسوش لايك والاشتراك. بحبكم جدا جدا جدا. باي باي.